الحكومة الكويتية وقفت تراخيص استقدام عمالة من مصر. طبعا أنا زعلت قوي من الخبر لأني بتوسم في الحكومة الكويتية كل خير. كلمت حد من حبايبي جدا هناك في الكويت وعرفت السبب، عرفت ان الناس لا لهم ناقة في الموضوع ولا جمل، وهم أرغموا على هذا القرار. ليه بقى؟ لأن سيسينياهو صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى اللي بيمسك الألماظ والذهب في ايده بيتحول بقدرة الله العلي القدير لتراب. حط التاتش بتاعه. ايه بقى هو التاتش بتاعه؟ انتوا عارفين طبعا انه شحات جربوع ابن بائعة هوى يبيع امه ويأجرها بالركوبة بالراكب بالنفر. خلاص. فقال للحكومة الكويتية والشركات الكويتية عايزين عمالة مصرية. اوكي هنديكوا عمالة مصرية بس على كل راس هتدفعوا لنا 55 دينار اللي هم تقريبا 12,000 جنيه او 11,000 وكسور مصري. ليه؟ بوركوا؟ ليه يا بلحة؟ ليه يا قلوحتي؟ العمالة المصرية يا اخويا عندها 3 رجلين. ما تتنايل على عينك. لما اي دولة بتستقدم اي حد من عمالة بلدك اللي انت افشلتها، بيشيلوا من على عاتقك عبء. لكن انت طبعا عايزنا كلنا نبقى شحاتين وقاعدين جنبك نشحت قاطعين دراعنا وبنشحت عليه. يا ابن بائعة الهوى، يا سيسينياهو، يا صبي نتنياهو، يا اللي امك عمرها ما قالت راجل لا. راحت الحكومة الكويتية as simple as that قالوا لك بص، عارف الفرن الآلي اللي في اخر شارع بيتكو؟ قلت لهم عارف. قالوا لك روح هات منه على قد العمالة اللي انت عايز تجيبها على الكويت، عيش فينو، وحط فيه يا اخويا العماله المصريه بتاعتك وشويه كاتشب وكام حته خياره وكام حته طماطم كده وحته مخلل عشان تحدق، وكلهم يا حبيبي بالهنا والشفا على قلبك. فاهم يا اخويا؟ مين اللي خسران دلوقتي؟ اللي خسران هم العماله المصريه. ليه؟ علشان عندنا في مصر بيحكمنا قائد انقلاب مهزأ ابن حرام جاسوس اسرائيلي من مصلحته افشال البلد، وبينه وبين المصريين داخل مصر وخارج مصر طار ابن الحرام وبيخلصوا. هو يا ولا يا ابن الحرام، العيال اللي خدوك ورا مصنع الكراسي دولت مش ابهاتنا، احنا ما نعرفهمش. العيال اللي خدوك ورا مصنع الكراسي وفعلوا فيك الافاعيل دولت مش تبعنا، احنا ملناش دعوه. انت روح دور فين فين ولادهم وروح انتقم منهم. انت بتنتقم مننا كلنا ليه؟ انا عن نفسي واثقه ابويا ما جاش ناحيتك ولا ناحيه امك. الله يرحمه.